لو انت عروسه وبتجهزي الفيديو ده ليكي، هقول لك ايه احسن بوتاجاز تقدري تشتريه. لو انت ست بيت وعايزه بوتاجاز يسد معاكي في العزومات، هقول لك ايه احسن بوتاجاز في السوق تقدري تشتريه من ناحيه الضمان والسعر والخامه وخدمه ما بعد الضمان وقطع غيار تكون متوفره. لو انت البادجت بتاعتك قليله فخليكي في التكنو جاز. التكنو جاز محترم بس مش غرف، بوتاجاز عادي وبوتاجاز محترم جدا، خامه الاستانلس بتاعه ويستحمل معاكي، ما يعملش بارومه على طول. تاني نوع اقدر انصحك بيه فهو الكرياز. الكرياز ابو اوكر مدوره اللي فيه شطفه، الكرياز محترم جدا، خامه الاستانلس، الضمان بتاعه خدمه ما بعد الضمان، قطع غيار موجوده، كل حاجه فيه متوفره وكل حاجه فيه جميله جدا. لو انت عايز تعلى بالبادجت شويه فهتقدر تجيب الزانوسي، محترم جدا والشركه بتاعته محترمه جدا، الضمان بتاعه محترم، خدمه ما بعد الضمان، كل حاجه فيه محترمه. اللي بعديه ايه الاعلى شويه، لا جرمانيا. لا جرمانيا برده محترم جدا تمام. طب لو انت عايزه تجيبي حاجه مستورد، انا هقول لك في الفيديو ده تجيبي ايه مستورد. هتجيبي القلبه او القلبه، في ناس بتقول عليه قلبه وفي ناس بتقول عليه قلبه. طب تقدري تجيبي ايه تاني؟ تقدري تجيبي الجليم جاز. طب تقدري تجيبي تاني، تقدري تجيبي البومباني. تقدري تجيبي ايه تاني؟ تقدري تجيبي الفرانكي. الانواع دي يا جماعه محترمه جدا، ما تخرجوش عن النطاق دوت، عشان في اجهزه كتير جدا بتكتبوها لي في الكومنتات الاجهزه دي بتسخن، قطع غيار مش متوفره، مش احسن حاجه. الاجهزه اللي انا بقول لك عليها ديت احسن بكتير جدا من الاجهزه اللي انتوا بتكتبوها في الكومنتات. خليك في الاجهزه ديت ومش هتندم ومش هتندمي، وهتسد معاكم في العزومات. بحبكم في الله. لو في حاجه عايزين اتكلم فيها او تسالوني عليها اسالوني في الكومنت وانا هطلع ارد عليكم. سلام.